ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زعزوق من ZachWorks.com وZachWorks.academy. اهلا بكم في حلقه جديده او في درس جديد من زاك توك علشان نكون مفصلين اكتر. درس النهارده هنعمل الاوديو ويف اللي بتبقى موجوده في كل الميوزك البومز او السنجلز او تراكس او الاغاني. اي فيديو على اليوتيوب هتشوف فيه اغنيه او بتسمع فيه اغنيه هتلاقي الميوزك ويف دي موجوده، لازم تكون موجوده لانها بتدي شكل جمالي الحقيقه حلوه قوي للفيديوز. والحقيقه طريقتها بسيطه جدا وسهله، ولكن لو قدرت تخليها اكثر تعقيدا هتقدر تطلع منها اشكال حلوه قوي، وده اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله في الدرس بتاعنا. ولكن الاجمل من كده الحقيقه واللي مش ناس كتير تعرفه ان المزيكا اللي هتنزل او اللي هنعمل عليها الدرس النهارده واللي هتنزل خلال الايام اللي جايه على اليوتيوب هي من الحاني وتاليفي وتوزيعي. المزيكا دي انا اللي عاملها يا جماعه. ندخل بقى في الدرس وكفايه رغي كده، يلا بينا. احنا دلوقتي على برنامج الافتر افكتس زي ما احنا شايفين. ادي البروجكت بتاعنا وده باقي الميوزك ألبوم اللي هينزل ان شاء الله خلال الايام اللي جايه. فتعالوا نشوف البروجكت بتاعنا. طبعا احنا هنا منظمين كل حاجه علشان ما نتلخبطش، وده مهم جدا انك تعمله في كل بروجكت بتشتغل عليه، خصوصا لو البروجكت ده كبير. وده الكالر كوركشن، ممكن نسميه CC. وادي التكست بتاعنا، لو دوست كنترول شيفت اتش عشان اجيب الكنترولرز دي التكست بتاعتنا. وده الافكت اللي هو الاوديو سبيكترم. ولو جينا هنا عند الافكتس اند بريسيتس وكتبنا اوديو، او ممكن نجيبها هنا من جنريت. يعني لو جينا هنا افكت جنريت هنلاقي ان الاوديو سبيكترم واوديو ويف فورم هما الاثنين دول بيعملوا لك الويف او اشكال الويف دي، ولكن السبيكترم بيبقى فيها كنترولز اكتر او تحكم اكتر يعني. فيلا بينا على طول نبدا نعمل كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، ونيجي هنا نخليها 1920 في 1080، وممكن نخليها 30 فريم في الثانيه و20 ثانيه. اوكي مفيش مشكله، وندوس على اوكي. وبعد كده نيجي عند البروجكت بتاعنا ونشوف المزيكا بتاعتنا فين اللي هي ذا جوست، وننزلها في البروجكت بتاعنا بالشكل ده. طبعا هي مدتها كبيره تقريبا دقيقتين وثانيتين. ممكن نغير دلوقتي يعني عشان نبقى جاهزين، وندوس على اوكي ونشوف كده الويف بتاعنا لحد هنا. ندوس على ان وبعد كده ندوس كليك يمين تريم كومب تو ورك اريا. طبعا هنا مفيش اي حاجه لسه، فنيجي نعمل لاير نيو سوليد ونسميه اوديو ويف مثلا، نخليه ميك كوم سايز وممكن نخليه بلاك. ندوس على اوكي، بعد كده اوكي، ونجيب الاوديو سبيكترم بتاعتنا ونرميها على اللاير ده. زي ما احنا شايفين برضو لسه مفيش حاجه حصلت، وده لاننا لازم نختار السورس بتاعنا. فنيجي هنا عند الاوديو لاير ونختار ذا جوست دوت ويف. زي ما احنا شايفين بدأت تظهر شوية حاجات. قبل ما انسى ونندمج في الدرس اكتر من كده، عايز افكركم ان احنا عاملين خصم خاص جدا، وخلي بالكم ان الخصم قرب ينتهي. خصم 70% على كل باكج ZachWorks.academy. كورس الموشن جرافر، ورشة نيكست، ورشة فيروس، من اقوى الكورسز والورش الموجودة دلوقتي على الانترنت اللي تقدر تتعلم بيها الموشن جرافيكس بكل احتراف وبدون مبالغات كتير. لو عايز تبدأ فعلا في الموشن جرافيكس بطريقة صح وعلمية ومنهجية جدا وكمان بطريقة عملية، لازم تاخد مجموعة الورش دي. وعشان فعلا نساعدك انك تدخل الموضوع بجد عملنا لك خصم 70% ده. كورس الموشن جرافر بيبدأ معاك من الصفر لحد الاحتراف، جواه اكتر من 50 تطبيق عملي وشغل انا عملته العملاء بالفعل، وكمان شغل متباع، يعني مش مجرد ورك شوبس وخلاص او اي كلام. ده غير كمان ورشه نيكست تقدر تطبق بيها اي اعلان. يعني الاعلان اللي هنعمله ورشه عربيه، ولكن انت تقدر تعمل طياره، ممكن تعمل دبابه زي ما انت عايز. فالموضوع ابداعيا يعني مفتوح الى ما لا نهايه، ملوش حدود. طبعا ورشه فيروس هتقدر تتعلم بيها 7 برامج تقريبا تشتغل بيهم. الموضوع برضو اكبر مما تتخيل.
يعني هتاخد المجموعه بتاعت الكورسز والورش دي، بعد كده هتقدر تعمل اي فكره تيجي في دماغك، وهتقدر فعلا تشتغل في اي مكان انت حابه عن طريق البورتفوليو اللي انت هتعمله من خلال الورش والكورسز دي. الخصم 70% والبرومو كود هو all Zach works علشان ما حدش ينسى. والدفع سهل جدا من خلال فيزا او ماستر كارد او فوري او فودافون كاش، يعني وانت قاعد في البيت يا معلم تقدر تدفع بكل سهوله. نرجع للدرس تاني. الخطوه بقى اللي بعد كده ان احنا نيجي نعمل ماسك. هندوس على الريكتانجل تول ونختار الاليبس تول ونيجي في النص هنا، ولو عايز تبقى محدد اكتر ممكن تدوس على الكيبورد العلامه بتاعه الكوت علشان يجيب لك الاكشن سيف بالشكل ده، وممكن تجيبها من هنا تايتل سيف او اكشن سيف، ونعمل ماسك دائري بالشكل ده، وافضل دايس على كنترول وشيفت عشان يبقى زي ما احنا شايفين كل الفاليوز بتاعته متساويه. يعني لو سبت كده هيبقى الدنيا عشوائيه خالص، لكن لو دوست كنترول شيفت هيعمل لي ماسك دائري مظبوط. تمام كده الدايره بتاعتنا. ونيجي هنا عند الباث هختار ماسك 1، وممكن نشيل علامه الماسك عشان نشوف، فبالشكل ده اتطبق لي على الماسك الدائري بتاعنا. ما تنسوش ان احنا عايزين نعمل الشكل اللي هو الدائري ده. ولو ملاحظين ان الويفز بتدخل جوه مش بتخرج بره، لكن لو جينا هنا عند الكومبوزيشن بتاعتنا هنلاقي ان الويفز بتاعتنا بتدخل بره وجوه. فنيجي هنا عند الديسبلاي اوبشنز، وبدل ما هي ديجيتال هخليها انالوج لاينز عشان تبقى لاينز كده. ولو لاحظت ان الويف بتاعتك بتدخل وتخرج بره كده بره السوليد، هتيجي هنا عند اللاير ده وتدوس 2 ام او ام على الكيبورد، وتيجي عند الماسك اكسبانشن ممكن تخليها مثلا 150، فتلاقي ان الويف بتاعتك ظهرت بشكل عادي. وبعد كده نيجي عند السايد اوبشنز ونختار سايد، بدل ما هي A and B هنخليها A بس عشان الويف تدخل لجوه. تعالوا كده نختار بقى الالوان، ممكن نلعب في الالوان نخليها مثلا حاجه اورنج، نشيل بس شكل الماسك عشان نعرف انا بعمل ايه. نيجي هنا عند الاصفرات يعني حاجه زي كده. وممكن كمان نيجي عند الثيكنس ونخليها 2 مثلا. ممكن نزود كمان الماكسيمم هايت نخليها مثلا 1200 بالشكل ده. وممكن نيجي عند الستارت فريكوينسي واخليها مثلا 1. ممكن الفريكوينسي باندز نخليها مثلا 90، وممكن 150 عشان تزيد شوية. زي ما احنا شايفين لو بننقص بتبقى الحاجة حادة كده او الويفز حادة، لكن لو زودنا الباندز دي بتبقى شكلها احلى. فممكن نخليها 150 يعني مناسب. وبعد كده بقى لو جينا هنا عند مثلا حاجة زي دي هنلاقي ان في ويفز كتير هنا ورا بعضها كده. عشان نعمل الشكل ده هنيجي عند الاوديو ويف بتاعنا نعمل له دوبليكيت بالشكل ده، ونيجي عند الماكسيمم هايت نقللها شوية حاجة زي كده. وبعد كده نعمل كنترول دي او نعمل دوبليكيت تاني ونزود الماكسيمم هايت شوية صغيرين جدا، وبعد كده دوبليكيت مرة كمان ونزود الهايت، دوبليكيت تاني ونيجي عند الهايت بالشكل ده ونعمل دوبليكيت برضو. يعني حاجة روتينية شوية ولكن بتدي شكل في الآخر جمالي هايل جدا. حاجة زي كده دوبليكيت، وبعد كده نزود الهايت، فلما يجوا كلهم يلعبوا مع بعض نلاقي شكلهم حلو قوي. وعلشان برضو نظبط حتة الفاريتي او ان هي تكون متنوعة ممكن نيجي عند السوفتنس، او يعني ممكن السوفتنس نقللها في كله بقى، يعني نخليها 0 هيكون افضل. ولو عايز يعني تخلي الموضوع اسهل شوية ممكن تربط كل الحاجات دي ببعضها عن طريق البيرنت تول وطريق الكودز او الاكسبريشنز، لكن انا مش هعمل كده في الدرس ده. يعني خلينا هنا الابداع يكون اكتر شويه من حته المنطق يعني. ونيجي عند الثيكنس يعني ممكن نخلي ده مثلا 1 عشوائي بقى، ممكن نخلي ده 3، ممكن نخلي دي مثلا 4 ودي مثلا 1 يعني و2.5 مثلا حاجه زي كده. ممكن نخلي دي 1 برضو. وخلي بالكم ان الثيكنس دي
هتنفعنا قوي في حته الجلو لما نيجي نعمل جلو. وبعد كده ممكن ناخد كوبي تانية كنترول دي ونخلي الديسبلاي اوبشنز بدل ما هي انالوج نخليها دوتس او انالوج دوتس عشان تعمل لي نقط مش هتظهر دلوقتي غير لما العب في الهايت. نخليها كده مثلا اعلى شويه، وممكن الباندز نقللها ونخلي الثيكنس اعلى شويه عشان تظهر. شكلها حلو قوي. وبعد كده ناخد كل دول نعمل لهم بريكومبوز عن طريق الاختيار، يعني اختارهم كلهم. بعد كده ادوس كنترول شيفت سي على الكيبورد واقول موف اول اتريبيوتس واخلي دي اوديو ويف سيركل مثلا وادوس على اوكي. وبعد كده هعمل لاير نيو سوليد واسميه ويف مين واخليه ميك كوم سايز، او ادوس يعني على ميك كوم سايز وادوس على اوكي. وبعد كده هختار الاوديو سبيكترم برضو واجي هنا اختار اللاير بتاعي ذا جوست واخلي لونه مثلا يعني رمادي مزرق حاجه زي كده، وازود الباند شويه خليها 250 مثلا، والسوفتنس اخليها 0، يعني نخلي الثيكنس زي ما هو مفيش مشكله. وهاجي انزلها تحت هنا ممكن 950 950، يعني بدأنا نقرب شويه. ممكن الاوديو ويف دي نطلعها شويه لفوق بالشكل ده عشان هنا يبقى الاسم بتاعنا. ممكن نعمله دلوقتي نسميه ذا جوست، نيجي عند الكاركتر ونزودها شويه او نكبر يعني شويه، نخلي دي بولد، وممكن نخليها في السنتر هنا مثلا. ممكن نغير لونها شويه يعني سنة رمادي، ولكن ممكن اوسطنها ما بين السيركل وما بين المين ده. واجي هنا بقى عند المين او الويف مين نخلي الهايت اعلى شويه، نخليه مثلا 1200 حاجه زي كده. ممكن الباندز نخليها 150. الخطوه بقى اللي بعد كده اني اجيب الفوتج بتاعي او الصوره، ودي الحقيقه صوره معموله بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي، وادوس على السكيل واكبر شويه الصوره بتاعتنا يعني حاجه زي كده واسميها فوتج. بعد كده اجي عند افكت بلور اند شاربن وهنزل الجونسون بلور. راحت فين اهي، هخليها مثلا 35 ممكن 25 اوكي. وبعد كده افكت كولر كوريكشن تنت عشان اخليها ابيض واسود. بعد كده افكت كولر كوريكشن كيرفز واديها شويه كونتراست عالي شويه كده. وبعد كده اجي انزل الصوره بتاعتنا تاني واسميها برضو فوتج مين عشان هو ده الاساسي. وهاجي عند السيركل او الاليبس تول وهعمل دايره بالمنظر ده، وابدا اظبط بقى الفوتج بتاعي عشان يبقى متناسب مع السيركل. وهاخد الماسك ده ادوس عليه 2 كليك انزله شويه لتحت بالشكل ده. وبعد كده هدخل بقى على الماسك ده ادوس 2 على الكيبورد اخليه مثلا 250، وممكن الاكسبانشن اخليه -80 يعني حاجه زي كده مثلا. ممكن اصغر الماسك شويه واديها effect color correction curves واعمل شويه كونتراست. وعند الاوديو ويف او الويف مين هدوس على دوبليكيت واخلي دي اد، واجي عند effect blur and sharpen جونسون بلور وادوس على 5 طالما هي اد. ولكن المره دي مش هخليها بلور عادي او horizontal يعني وفيرتيكال، هخليها vertical بالشكل ده. نزود شويه وادوس على دوبليكيت تاني عشان تديني الافكت اللي هو موجود هنا ده. وممكن اجي هنا effect color correction curves، ممكن اجي هنا effect blur and sharpen جونسون بلور واخليها مثلا 5 وخلي ده نفسه add عشان ينور كده بالشكل ده.
وممكن اعمل عند ذا جوست ده خليها افكت ستايلايز جلو، يعني حاجه زي كده. وطبعا اكيد على الاوديو ويف سيركل هخليها اد، وممكن بقى اغير لونها خالص. اجي عند افكت color correction hue and saturation وندوس على colorize وازود الساتوريشن او الكالرايز ساتوريشن شويه بالشكل ده، واغير لون بقى اللي انا عايزه. ممكن اخليها مثلا اخضر ازرق زي ما انا حابب يعني. طبعا الموضوع ده هيساعدك قوي لو عندك ميوزك البوم زي اللي عندي ده 12 يعني تراك، فالموضوع يكون يعني الحته دي يعني سهله شويه في حته الهيو اند ساتوريشن، يعني هتسهل عليك الدنيا شويه. اعتقد ان اللون والله الاحمر كويس برضو، بما اننا بنتكلم عن يعني ذا جوست، فممكن اخليها برتقاني محمر شويه، حاجه زي كده يعني. شكلها مختلف شويه عن اللي موجود في الالبوم، ولكن زي ما انتم عارفين انا بحب في الدروس بتاعتنا ان احنا نغير الشكل شويه. افكت ستايلايز جلو، يعني كده اجمل بكتير. الجلو برضو بيدي هيبه. بعد كده هات كل الحكايه دي color correction من layer new adjustment layer، واسمي ده CC او color correction effect. انا دايما بحب استخدم الماجيك بولت لوكس، فلو ما عندكش البلاجن ده ممكن عادي نستخدم color correction عادي. نديها شويه كونتراست ونعلى شويه بالهايت، وانا ماسك الاحمر، لا انا عايز امسك الRGB يعني حاجه زي كده. وننزل عند الريد نقللها شويه عشان اخد او اظهر الالوان الازرق. والريد عالي شويه، دي نتشة ماوس معلش. هنزل بالاحمر شويه، وبعد كده الجرين هنزل بيها برضو شويه، وبعد كده البلو، يعني حاجه شبه دي هتبقى لذيذه جدا. وممكن كمان تيجي عند الويف المين ده ونخليه السايد اوبشنز A، وهنا كمان هنخليه A نفس الكلام كده. ألذ كده بقى شبه الالبوم بتاعنا بالظبط. ممكن نيجي عند ذا جوست وندوس انتر ونطلع فوق ونكتب تراك نيم مثلا، ممكن تراك 001، نعمل هنا شباك ونقلل وندوس كنترول A. اما بقى بالنسبه للدخان اللي انتوا شفتوه هنا ده، انا كنت ضايفه اصلا في الادوبي بريمير وانا بعمل مونتاج او اديتنج يعني نهائي للالبوم بتاعي، ولكن احنا ممكن نضيفه هنا بكل سهوله. يعني لو جينا هنا عند الكومب دي ممكن نسميه ذا جوست توتوريال. ده كان ستوك فوتج انا كنت شاريه من فتره، ولكن بيدي شكل جمالي حلو قوي. يعني لو حطيناه هنا مثلا فوق كل حاجه هنا كده، هو 4K، فننزل نخليه 50 واخليه سكرين. ممكن ننزله تحت الكالر كوريكشن عشان ياخد نفس الالوان، وبعد كده ندوس على بوزيشن وننزله تحت شويه كده، حاجه زي كده بيدي شكل حلو قوي. ممكن نشيل الCC ده، ندوس على لاير نيو ادجستمنت لاير واسميه لوكس، واجي عند افكت ماجيك بوليت واختار لوكس وادوس على اديت. مش فاكر طبعا انا كنت بستخدم ايه، تقريبا دي تقريبا. ونختار تولز وممكن احط مثلا الايدج سوفتنس، تبقى لذيذه قوي. وادوس على اوكي، حلو قوي. لكن طبعا التفاصيل بتاعه الويف مين بتاعنا دي راحت شويه، ممكن نطلعها فوق الCC او اللوكس عشان تظهر، او ممكن تقلل الايدج سوفتنس دي، ممكن مثلا تعملها كده تنزل تحت شويه وتكبرها، يعني على حسب ما انت حابب يعني. اتمنى ان المزيكا تعجبكم ان شاء الله. ومتنسوش كمان الخصم 70% على كل كورسز وورش ZachWorks.academy، عاملين خصم 70% لفتره محدوده، البرومو كود all ZachWorks. ولو حد فيكم طبق توتوريال معانا يا ريت يبعت لي النتيجه بتاعته على الانبوكس في فيسبوك، او ممكن ايميل على info@ZachWorks.academy، او حتى هنا على اليوتيوب. يعني زي ما احنا شفنا قدرنا نوصل لشكل حلو جدا، ولو قدرت كمان تدخل في الموضوع اكثر تعقيدا زي ما قلنا هتوصل لاشكال حلوه قوي، يعني انت وخيالك بقى. كده يكون درس النهارده وحلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. كان معاكم محمد زازوق من ZachWorks.com و ZachWorks.academy. السلام عليكم.